السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان اللي كلنا كنا متوقعين انه يوم الاربع، لكن دار الافتاء بتعلن ان يوم الخميس هو اول ايام شهر رمضان المبارك. وكل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم، وبإذن الله شهر رمضان يكون جايب شهر الخير وشهر البركة. بإذن الله يكون كلنا شهر كريم علينا وعليكم. ويلا بينا كده نتكلم النهاردة عن خسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا. الزمالك بيخسر أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في ثمن نهائي الكاس، وبيصعد لربع النهائي، وبيكون عنده فرصة كبيرة جدا للفوز بالكاس بعد خروج الأهلي والزمالك. هزيمة الزمالك النهاردة كانت منطقية جدا في رأيي. الزمالك النهاردة بدنيا كان منتهي تماما، عشان كده سيراميكا صنع فرص من التحولات في الشوط الأول، وفي الشوط التاني صنعوا فرص من اللعب المنظم، لأن لعيبة الزمالك ما كانتش قادرة تضغط أصلا. ده غير إن أسماء زي عمر جابر وأحمد حمدي وسيف الجزيري معرفتش تقدم أي إضافة، وكان وجودهم زي عدمه. هو بصراحة يعني المنطق بيقول كده، يعني مستحيل في الوقت الضيق ده وبالسكواد اللي انت شايفه في الملعب ده نقدر نكمل في كل البطولات دي. يعني انت شايف فريق مضغوط في المباريات، بيلعب بالناشئين، فرقة فاضية، مضغوط حتى في المباريات وفي الوقت. يعني فريق هيكسب ازاي وهينافس ازاي على كل البطولات دي؟ ف يعني قدر الله ما شاء فعل وطلعنا من البطولة خلاص. لكن بإذن الله في بطولتين أهم من كأس مصر، الكونفدرالية والدوري، ودول اللي محتاجين بإذن الله نكمل فيهم وندي فيهم المجهود. وأهم حاجة من جماهير الزمالك المساندة في البطولتين اللي هما الأهم. ويعني قبل ما أختم معاكم الفيديو، أنا كنت عايز أتكلم في نقطة كده بصراحة، يعني نقطة من النقاط اللي شدتني وأنا بسمع مباراة الزمالك. أكيد طبعا كلنا شفنا أداء الحكم محمود بسيوني في المباراة. مش فاهم ازاي ده حكم مباراة الزمالك وسيراميكا، وازاي أساسا يوصل لمستوى التحكيم ده. يعني بصراحة يعني أداء باهت جدا من حكم مباراة الزمالك، يعني حكم يعتبر حكم دولي. وازاي بالأداء ده وبكل ده وفي وجود الفار، ازاي يحسب الأخطاء دي كلها في المباراة؟ أخطاء كبيرة جدا 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 في المباراة، ركلة جزاء اللاعب يعني. ده القانون بيقول إن اللاعب لو مثلا جه على الأرض ف وإيديه سندت على الأرض عادي، دي خلاص بقت جزء من جسمه، يعني لو الكرة خبطت فيها ما تتحسبش ركلة جزاء. لكن ازاي بقى القانون ضد الزمالك؟ يعني احنا عايزين نعرف هل القانون ضد الزمالك في كرة زي دي؟ يعني هو القانون بيقول من حق جميع اللعيب لو جاي على الأرض إنه يسند إيديه في الأرض، ولو الكرة خبطت فيها دي خلاص من القانون بيقولك إنها ما تحسبش ركلة الجزاء، إلا بقى للعيبة الزمالك. مش عارف ازاي حكم زي ده بكرة زي دي يحسبها ضربة جزاء، حكم دولي، وازاي تعدي كده كرة زي دي في الدوري المصري؟ لازم الكور اللي زي دي لازم يكون فيها كلام كبير في الدوري المصري. حرام ان كرة زي دي تتحسب ركلة جزاء. ويعني هي الكرة ما اتسجلتش بس اكيد طبعا اثرت على نادي الزمالك، اكيد كان لها تأثير واضح في المباراة. فلازم يكون في كلام تاني عن التحكيم بصراحة. وقدر الله ما شاء فعل، والحمد لله. والزمالك اساسا مضغوط ضغطة شديدة جدا في المباريات، ولكن قدر الله ما شاء فعل. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان. وبس كده، ده اللي كنت حابب اقوله عن محمد بسيوني وعن المباراة. وكنت طبعا كنت هقول له اشكر يعني مدرب نادي سيراميكا كليوباترا على الاداء ده وعلى الاداء العظيم ده في المباراة. ولكن مفيش وقت بقى يسعنا لكده، فالسلام عليكم.